ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وحال. جايالكم النهاردة بحدوتة جديدة، حدوتة صغنونة عشان ما تملوش منها. حدوتة النهاردة بعنوان حرية الذئب. كان يا مكان، كان في احدى القرى البعيدة والقريبة من الغابة، كان في ذئب جعان مدقش طعم اللحمة من ايام، وكان حاسس بجوع شديد جدا. قعد يدور في الغابة عن حيوان ياكله، لكنه كان تعبان جدا وما قدرش يصطاد أي حيوان. فراح للقرية يمكن يلاقي هناك أي طعام يسد بيه جوعه، وهناك لقى كلب سمين جدا، وكان سعيد جدا وهو قاعد بيحرس منزل صاحبه. ففكر الذئب إن هو ينقض على الكلب ويلتهمه، لكن الكلب كان سمين جدا وضخم، فخاف الذئب إن هو ينقض عليه، لكنه قرب منه وقال له: صباح الخير أيها الكلب الوسيم، ما أروعك، كلب سمين وجميل، انت أكيد بتاكل كتير جدا. فرد عليه الكلب بكل فخر وقال له: صباح الخير أيها الذئب، شكرا لك، هو انت عايز تاكل زيي وتاكل أكل كتير وتكون بصحة جيدة بدل الضعف اللي انت فيه ده؟ فرد عليه الذئب بكل حماس وقال له: وازاي أكون زيك كده؟ قولي أيها الكلب السمين. فرد عليه الكلب بكل فخر وقال له: مش هتعمل أي حاجة صعبة، كل اللي عليك إنك هتطارد اللصوص والمتسللين لصاحب المنزل، وإنك ترضي صاحب المنزل وتتبعه باستمرار، وهيقدم لك كل فضلات الطعام واللحوم وبعض المرح، ومش هيمنع عنك أي حاجة. قعد الذئب يتخيل السعادة اللي هيكون فيها، هياكل كتير وهيشرب وهيلعب والراحة، ومحدش هيزعجه، بل بالعكس ده هياكل كتير من بواقي الطعام لصاحبه. وبعدين بيبص على عنق الكلب ولقاه خالي من الشعر تماما، فقال له: هو ايه ده؟ هو ايه اللي في رقبتك ده؟ هي خالية من الشعر تماما كده ليه؟ فرد عليه الكلب وقال له: عادي، دي حاجة مش مهمة، ده مكان الرباط اللي بيأيدني بيه صاحب المنزل، زي ما انت شايف كده طول ما انا قاعد قدام المنزل. فالذئب قال له: ايه ده؟ يعني انت مش بتجري وتلعب اي وقت انت عايز؟ فرد الكلب عليه بكل ثقة وقال له: لا طبعا، مش مهم ان انا اجري، لما يبقى يعوز صاحب المنزل ان انا اجري هجري. وهنا رجع الذئب للخلف بسرعة وجري بعيد عن الكلب وبيقول له: لا طبعا، الحرية شيء مهم جدا أيها الكلب السمين، وانا مش هستبدل حريتي من اجل بواقي الطعام، الجوع افضل بكتير من الشبع مع عدم الحرية والقيد. وبعدها جري الذئب بعيد جدا عن الكلب وعاد للغابة عشان يدور على أي طعام يسد بيه جوعه. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب تكون حدوتة النهاردة عجبتكم. لو أول مرة تدخلوا قناتي وتشرفوني، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد أنا هنزله في قناتي. باي باي.